معكم إخواني المتتبعين لقناة وداد فاميلي جميع الوداديين. في آخر الأخبار ديال فريق الوداد البيضاوي. بعد تعيين الرئيس الجديد لفريق الوداد تم التعاقد مع مدرب برتغالي، اللي كان دار واحد التجربة أخيرة في السعودية وطيح الفريق ديالو للدوزيام ديفيزيون. العلم لله كيفاش غدوز التجربة ديالو مع الوداد. هذا من جهة. من جهة أخرى تم التعاقد مع أيمن الحسوني العائد إلى القلعة الحمراء في إطار تدعيم خط الوسط، إن شاء الله للرجوع إلى التتويج والألقاب والفرحة إن شاء الله بإذن الله. وفي خبر حصري، يوم أمس التقيت مع اللاعب يحيى جبران اللاعب السابق في خط الوسط ديال الوداد البيضاوي، واكد لي انه غيرجع للوداد البيضاوي. بقى بينه وبين فريق الوداد الامضاء على العقد ديالو، غير تفاصيل بسيطه. واللي عجبني في حي جبران هو انه ملي كان كيلعب في الفريق الكويتي ديالو كان كيحمل الرقم 37، وهذا دليل على تشبته وان قلبه مع الوداد، بالرغم انه كيبعد مسافات على القلعه الحمراء. ونتمنى الله ان شاء الله هذا الثنائي يكونوا دعامة قوية للوداد البيضاوي، باش إن شاء الله نعودوا لسكة الألقاب والفوز والأفراح لجمهور الوداد البيضاوي. ولما لا نزيدوا نجمات أخرين في قميص الوداد البيضاوي. متتبعينا من الوداد، ما تنسونيش الدعم بلايك والاشتراك لدعم القناة. بقى صغيرة وبقى خاصة بزاف ديال لي زابوني وديال لي لايك. شكرا جزيلا، السلام عليكم.